جايه لكم بقى النهارده باكله كده خفيفه ولذيذه وتخلص في ساعه بالظبط فعلا. جبت فرخه اقل من الكيلو، انا مسميها حمام بيستعبط. وجبت كوبايتين رز غسلتهم وفرمت بصلتين وملح وفلفل. الاكله دي بالظبط ما تاخدش اكتر من ساعه او ساعه ونص بالكتير. وتغيير بعيد بقى عن المسبكات الحاجات دي، التغيير حاجه جديده يعني، او تغيير لروتين الاكل شويه. بجيب الحله بتاعتي، بسيح السمنه وبحط البصل بتاعي، ما بكونش عصراه، بسيبه بميته. تمام. وبقعد اقلب فيه لحد ما لقيت ابتدت البصله تبقى مش تتحمر، واضيف الرز بتاعي. بعد ما اضيف الرز بتاعي واقعد ان انا اقلب فيه كده عشان يشرب، يعني الميه اللي فيه تنشف. ابدا اضيف التوابل بتاعتي. دول المفروض كوبايتين رز، المفروض انتوا بتحطوا عليهم كوبايتين ميه او كوبايتين ونص ميه حسب النوع. لا انا بحط كوبايه واحده. ليه بحط كوبايه واحده؟ لان انا هاخد جزء من الرز ده اللي هو رز الحمام او رز المفلفل. انا بزود فيه الفلفل اكتر عشان يبقى مشطشط، بزوده شويه عشان باخد الجزء ده بعد ما يتشرب من الميه اللي انا حطيتها الكوبايه دي. باخد الجزء ده واحشي بيه الفرخه، لان الفرخه بتكمل سواها في الميه. بروح بقى واخده شويه الرز وبروح طالعه على ماما حبيبتي، يلا يا حبيبتي احشي الفرخه. تحشي بقى من جوه ومن بره ومن تحت الجلد. وعقبال ما بتخلصها بكون انا حاطه حله على النار فيها ميه، بصل بصل وجزر والمستكه والحبان، وبسيبها ساعه. عقبال ما تستوي بروح اعمل الرز بتاعي الباقي، بضيفه في الحله زي ما انتم شايفين. واقدر ان انا اضيف شويه ملح او شويه فلفل زي ما انتوا هتشوفوا. وبضيف كوبايه ونص ميه. ليه كوبايه ونص؟ عشان يكمل بقيه سواه. هو بيستوي طبعا، بتكون الفراخ بتستوي. اما يعدي ساعه الا ربع على الفراخ ببدا ان انا اضيف لها الملح. ببدا ان انا اضيف لها ايه؟ الملح. بسيب دي بقى تستوي ودي تستوي. اول ما الفراخ بتخلص بعد ساعه ببدا ان انا اطلعها واسيبها تبرد من الميه والسخونيه. وكده بجيب حله فيها سمنه واحمر الفراخ بتاعتي. وعقبال ما اعمل كل اللي انتوا شايفينه ده ببدا ان انا ايه، يكون الرز بتاعي بعد كده استوى وحطيته على الشيطه وخلصته. اخد الفراخ بقى ان انا احمرها زي ما انا قلت، واقدمها بالشكل ده. هي فراخ معوجه شويه، يعني تحس ان هي يعني فيها يعني جامد، هي في حاجه غلط بس كان طعمها حلو قوي. انا بحب الاكله دي قوي قوي. بالف